السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلقاس بطريقة حماتي. الطريقة الأصلية أنا عملت قلقاس قبل كده بالطريقة المستعجلة، لو دخلتوا على الفيديوهات هتلاقوه. هنا أنا هعمل القلقاس بطريقة حماتي بالطريقة الأصلية لما طلبت مني. إن شاء الله تعجبكم ويكون فيه شير ولايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا بقى نبدأ كده ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا هنشوح القلقاس بتاعنا. نحطه كده يتشوح على راحته في معلقة زيت. أي زيت انت بتعمليه بتحبي تستعمليه. تعالي بقى نعمل الخضار، برضو أنا بعمله بزيت، ما بعملش الخضار بسمنة ولا بعمل سمنة في الطبيخ غير للضرورة خالص. معايا بقى للكيلو ونص قلقاس معايا حزمتين 2 كزبرة حلوين. لو انت بتحبي تحطي سلق حط سلق، بس انا بحب اعمله بالكزبرة، لقيته فعلا الطعم والنكهة بتاعته جميلة جدا يا جماعة، والله هتعجبكم. ومعايا راسين توم انا مقشراهم احطهم فوق الخضرة، ما احطهمش في الخضرة في اول الامر لغاية الخضرة دبلت اهيت وبدأت انها عايزة تنشف وتتحمص. نسيبها ونروح نقلب القلقاس بقى كده. تشويح القلقاس قبل الطبيخ بتاعه بيديله برضو طعم ونكهة جميلة، وبيخلي القلقاسة برضو تبقى ناعمة كده وجميلة، وما بتسردش المادة اللزجة بتاعتها، بتحتفظ بها. طبعا بدأ التوم اهوت يتحمر معانا، وبدأت الخضار يبدأ يتشوح معانا اهوت. لما يبدأ يصفر معانا كده أو يدبل خالص نروح جايين واخدينه، مدخلينه حاطينه في الشفشق الخلاط مع كبشة شوربة، ونروح يا جماعة منزلينه. شوفوا متحمص اهوت لونه أصفر، ما تستنيش عليه لما يتحرق. ونروح واخدينه بكبشة الشوربة وضاربينه في الخلاط لغاية ما ينعم بالطريقة اللي انتوا شايفينها ديت، يكون القلقاس بتاعنا اتشوح. ونروح منزلين الخضرة بتاعتنا عليه، ونبدأ نكمل كمية الشوربة، إن كانت شوربة فراخ أو شوربة لحمة أو أي مرقة عندك استعمليها، المهم القلقاس بيتعمل بمرقة. بنسيبه بقى كده ياخد غلوتين 3. طبعا القلقاس في الموسم بتاعه ما بياخدش سوى، وبتبقى الحباية بتاعته ناعمة وجميلة. هو ما بيحتاجش طبعا أي توابل، لأن الشوربة أو المرقة اللي انت بتستعمليها فيها جميع توابلها، فما بتزوديش عليه التوابل علشان ما تغيرش الطعم والريحة بتاعته. إن شاء الله يعجبكم طريقة عمل القلقاس بالطريقة الأصلية بتاعتنا، ويكون في شير ولايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.